في الفيديو ده هنتكلم عن العلاقات المؤذية والمؤذية نفسيا تحديدا emotionally abusive، وليه الناس بتستمر في العلاقات دي وبتقعد فترة طويلة فيها أو بتكمل فيها ومش بتسيبها. فممكن مثلا تكون انت أو انتي في حد قريب منكو في علاقة مؤذية وانتوا مش عارفين هو ليه مكمل في العلاقة دي رغم ان هي مؤذية بطريقة واضحة زي الشمس، واستحالة هو يكون مش شايف ان العلاقة دي بتأذيه. او ممكن تكون انت او انتي اللي سبت علاقة مؤذية ودلوقتي بتسأل نفسك هو انا ليه اخدت سنين على ما قدرت انفذ قرار ان انا اسيب العلاقة دي، رغم ان الاذى ده كان باين من اول العلاقة او من بعد بداية العلاقة بشوية صغيرين. ايه اللي خلاني استمر سنين طويلة في العلاقة دي على ما اقدر اخد القرار او انفذ القرار بتاع ان انا اسيبها او انهيها؟ ده اللي هنحاول نفهمه في الفيديو بتاع النهاردة. اول حاجة لازم نفتكرها هي ان عقلنا الواعي مش بيقدر يجبر عقلنا الباطن على حاجة، وإن عقلنا الباطن هو اللي في الآخر بيتحكم في تصرفاتنا. يعني أي حاجة إحنا بنقرر بعقلنا الواعي إن إحنا نعملها وبنقدر فعلا إن إحنا نعملها، ده بيكون علشان عقلنا الباطن ما عندوش مشكلة معاها. subconscious mind بتاعنا is going along with it، مش معترض، مش بيشد في اتجاه عكسي. لكن وقت ما يكون عقلنا الواعي بيقول حاجة وبيزق في اتجاه وعقلنا الباطن بيقول عكسها أو بيزق في الاتجاه العكسي، دايما في الآخر عقلنا الباطن هو اللي بيكسب. وانت هتلاقي ان ده بيحصل معاك في حياتك اليومية كتير، زي مثلا لما تكون واخد قرار ان انت مش هتتنرفز في نقاش معين، وقبل ما تبتدي النقاش قلت لنفسك انا هفضل هادي ومش هتنرفز علشان انت عارف ان النرفزة مش هتجيب نتيجة كويسة، وانه احسن لك بكتير ان انت تفضل هادي وما تتنرفزش مهما حصل. وبعدين تلاقي نفسك بالرغم من كده وبالرغم من انك عارف انه ده غلط وبالرغم من ان انت كنت مقرر تفضل هادي، تلاقي نفسك فجأة اتنرفزت وبتزعق في وسط الحوار. ليه؟ علشان عقلك الباطن هو اللي بيتحكم في تصرفاتك. طيب والمرات اللي بقرر ان انا ابقى هادي وبقدر فعلا ان انا افضل هادي، ايه اللي بيحصل ساعتها؟ ساعتها عقلك الواعي بيكون عارف يوصل الرسالة لعقلك الباطن وعارف يقنعه بيها. طيب لو رجعنا وطبقنا الكلام ده على موضوع النهاردة والعلاقات المؤذية عاطفيا، هنلاقي انه اوقات كتيرة جدا بيكون الشخص اللي في علاقة من النوع ده عارف بعقله الواعي انه بيتأذي، ان الطرف التاني ده مش مفروض يكلمه بالطريقة دي او مش مفروض يعمل معاه كده، او ان اللي بيعمله معاه ده بيأثر على نفسيته او بيأثر على ثقته بنفسه او بيأذيه بأشكال مختلفة. وممكن يكون اوقات كتيرة بيقول لنفسه انا لازم امشي، لازم انهي العلاقة دي، لازم اوقف اللي بيحصل ده، بس ساعة التنفيذ مش بيقدر ينفذ. واوقات كتير علشان هو ما عندوش القدرة انه يعمل كده بسبب الحاجات اللي هنقولها دلوقتي عن عقله الباطن، بيبرر لنفسه وبيضحك على نفسه وبيصدق نفسه وبيعيش في حالة من الدينايل، فبينكر اللي هو شايفه بنفسه ويقول لنفسه حاجات زي ان الطرف التاني ما يقصدش، او ان الطرف التاني مش بيأذيه ولا حاجة، او ان هو مش بيتأذي من اللي بيحصل، ويستمر في حالة الإنكار دي عشان يقدر يتعايش مع عدم قدرته على ان هو ياخد قرار زي ده وينفذه. طيب ليه مش قادر ياخد القرار وينفذه؟ احنا متفقين ان احنا في كل حاجة بنعملها في حياتنا يا اما we're avoiding pain يا اما we're seeking pleasure، يعني يا اما بنتجنب الألم يا اما بنسعى للمتعة، وتجنب الألم كهدف او محرك دايما اقوى من السعي للمتعة. ففي الموقف ده لو احنا برغم ان العلاقة دي ممكن تكون مؤلمة للشخص اللي بيتأذي والاستمرار فيها مؤلم، لكن لو هو عنده في عقله الباطن مخاوف ومعتقدات تخليه حاسس ان نهايتها هتكون اكثر ألما، فهو هيستحمل ألم استمرارها علشان يهرب من ألم نهايتها اللي هو بالنسبة له ممكن يكون مؤلم اكتر. طيب ايه اللي يخليه يشوف ان نهاية علاقة زي دي علاقة مؤذية واستمرارها في حد ذاته مؤلم ممكن يكون مؤلم اكتر؟ ايه اللي يخليه يشوف ان نهايتها ممكن تكون مؤلمة اكتر؟ انه يكون عنده خوف من الوحدة، خوف من المواجهة، خوف من التغيير، انه يكون حاسس انه استثمر كتير في العلاقة دي وخايف من فكرة خسارة كل اللي استثمره. الاستثمار ده ممكن يكون وقت، فممكن يكون عشان بقاله سنين كتير في العلاقة دي، ممكن يكون مشاعر، ممكن يكون قرارات، ممكن يكون تضحيات، ممكن يكون حاسس ان كل دي حاجات هو already استثمرها في العلاقة دي، فنهاية العلاقة هتكون معناها بالنسبة له خسارة كل الحاجات دي، وده في حد ذاته ألم أكبر من ألم الاستمرار في العلاقة أو ألم الإيذاء اللي بيقع عليه في العلاقة دي. كمان لازم نفتكر إن بالنسبة لعقلنا الباطن familiarity equals safety و equals comfort. يعني إيه؟
يعني اللي متعودين عليه سواء حلو أو وحش. بالنسبة لعقلنا الباطن هو بيحس إن هو أمان حتى لو كان مؤذي، بس بيبقى عنده إحساس بإني عارف أوله من آخره، ما أنا بقالي كتير في الإيذاء ده وعايش أهو، فإيه المشكلة إن أنا أفضل عايش فيه؟ وإن التعود بيعمل نوع من أنواع الارتياح، فبتلاقي الشخص بيبقى حاسس إنه مرتاح مع حاجة رغم إن الحاجة دي مؤذية لمجرد إنه هو متعود عليها. كل ده في العقل الباطن، مش لازم يبقى واخد باله من الكلام ده بعقله الواعي، بس بسبب اللي موجود في العقل الباطن ده قرار النهاية أو تنفيذ قرار النهاية بيبقى بالنسبة له صعب جدا، وبالتالي بيبرر في عقله الواعي الاستمرار في العلاقة زي ما قلنا بإنه ينكر إنها مؤذية، أو ينكر إن الطرف التاني بيأذيه، أو يقول لنفسه أصله ما يقصدش، أصله بيتحسن، أصله بقى أحسن من الأول. طيب إيه اللي بيحصل في الآخر ويخلي العلاقات دي تنتهي؟ أحيانا بتنتهي في أغلب الأحيان لما يحصل حاجة كبيرة يكون ألمها أشد من الألم اللي الشخص متوقعه أو ربطه في عقله الباطن بالنهاية، وساعتها بياخد قرار النهاية وبيقرر يواجه الألم بتاع النهاية نتيجة للألم اللي حصل من الحدث ده. يا إما بيحصل تغير في الظروف بتخلي حساباته عن الاستمرار وعدم الاستمرار تختلف. فبنلاقي مثلا انه ممكن ناس تبقى متقبلة الخيانة بينها وبين نفسها، لكن لو تعرف قدام الناس او قدام المجتمع بتاعها انها بتتخان ساعتها تبقى مش قادرة تستحمل، لان بالنسبة لها ألم نهاية العلاقة اكبر من ألم انها تبقى عارفة انها بتتخان بينها وبين نفسها، لكن ألم انها تبقى قدام المجتمع بتاعها بتتخان اكبر من ألم نهاية العلاقة، فبتختار نهاية العلاقة عشان تتجنب ألم الإحساس بالشيم أو الخجل أو الخزي إنها تبقى قدام الناس مكملة في علاقة فيها خيانة. ممكن أحيانا شخص يستمر في علاقة مؤذية علشان مقتنع إن نهاية العلاقة دي هتسبب أذى لطرف ثالث، الأولاد مثلا، وبالنسبة له أو بالنسبة لها ده ألم أكبر من ألم الأذى اللي بيقع عليهم في العلاقة دي. لكن يجوا في لحظة يدركوا إنه استمرار العلاقة في حد نفسه بيأذي الأولاد، وساعتها حسابات الألم بتتغير. أحيانا درجة أو شكل الإيذاء نفسه بيتغير، فالألم بتاعه بيبقى أكبر من قبل كده، وبيبقى أكبر من الألم المتوقع من نهاية العلاقة. وأحيانا الشخص نفسه اللي بيتأذي هو نفسه بيحصل فيه تغيير، ممكن نتيجة حاجة شافها أو سمعها أو موقف اتعرض له يغير قناعاته عن ايه اللي مقبول وايه اللي غير مقبول، وحاجة كان بيستحملها بدرجة ألم معينة تبقى هي نفس الحاجة دي، نفس نوع الإيذاء ده بقى بيؤلمه أكتر بكتير لأنه بقى شايف إنه غير مقبول. ودي حاجة بتحصل لما علاقتنا بنفسنا بتتغير، وبالتالي تحملنا للإيذاء من الآخرين كمان بيتغير. ودي من الحاجات اللي هنتكلم عنها في الفيديو الجاي. في الفيديو الجاي هنتكلم على ازاي نشتغل على اننا نغير في نفسنا الحاجات اللي محتاجة تتغير علشان نقدر نرفض إيذاء الآخرين لينا أو ننهي أي علاقة أو أي موقف مؤذي لينا من غير ما نستنى لما الإيذاء ده يزيد قوي فألمه يبقى أقوى من ألم النهاية، أو إن يحصل موقف أو ظروف تخلي الأذى بقى أكبر بكتير، سواء التغيير ده في الأذى نفسه أو في الظروف المحيطة، زي إنه الناس اللي حوالينا يعرفوا بالأذى اللي بنتعرض له، أو إن حد مهم عندنا زي ولادنا أو حد تاني بنحبه يكون الأذى ده هيطوله هو كمان، وهكذا.